طيب، بما اننا اتكلمنا عن الكوره، المفاجأة الحقيقية هو السكور 4. كتير وتقيل وبايخ ورزل وغير سعيد. النهارده النادي الاهلي ادهشنا جميعا. احداث دراماتيكيه بتعدي ورا بعض وحاجه غير طبيعيه. النادي الاهلي النهارده كان في برج سعده، يعني طبعا في مجهود وتعب واداء وتركيز وجديه شديده. قبل ما اتكلم على اداء الاهلي وقبل ما اتكلم عن اي حاجه، فالاهلي بمن حضر، والاهلي حضر يا ساده. نحن نشهد المد الكروي المصري. اوعى رجلك، اوعى وشك، انت الان تشهد المد الكروي المصري. الغضب المصري آت. الأهلي حاجة تشرف وحاجة عظيمة. عندك لعيبة من العيار الثقيل، والأهم الروح. الحضن، البوس، بلوبيف، الحاجات بقى، الكلام الحلو بتاعنا. القضية ممكن. الأهلي بمن حضر. كل الأشياء العظيمة اللي موجودة في دولاب البطولات بتاعه النادي الاهلي. بس عايز اقول مبروك للاهلي المباراه. الاهلي فرقه كبيره، وبقول بقول انا ممكن تبص لنا طيب؟ انا عايز بس والله بجد يعني عارف يا احمد، انا زعلان جدا على ايه؟ وبقول معلش لجماهير الزمالك عن سوء نيه وقصد بيع امام عاشور، واحد من افضل لعيبه الكوره في مصر. انا بتفرج النهارده ومش متخيل امام اللي انا كنت يعني بأزره دايما، وشايف ان هو هيبقى مرحله في نادي الزمالك، وشايف ان هو هيبقى تاريخ، يعني كان ممكن يسطر تاريخ بشكل كويس يعني مع نادي الزمالك، مع الجيل اللي كان موجود. انما بجد يعني النهارده بشوف تألقه في الاهلي. والمباراه اللي فاتت على فكره كان عامل مباراه كبيره جدا، وبالذات الشوط الاولاني في ماتش اتحاد العاصمه. امام عاشور يا كابتن لعيبه، كابتن لعيب كوره كبير قوي يا كابتن، قوي. ده هو كده لسه كمان مش في افضل حالاته يا كابتن، لسه جاي. امام هيبقى لما يخلص من الناحيه العصبيه، لما يخلص من الناحيه العصبيه امام هتلاقي حاجه ثانيه طبعا هيفرق مع النادي الاهلي. كابتن نصار مش بيحب، هو راجل منسجم مع السوشيال ميديا الزمالك. فلما انت تبص على السوشيال ميديا الزمالك النهارده اثناء مباراه الاهلي وبعد ماتش الاهلي، ناس كتيره جدا من جمهور الزمالك اكتر كلمتين بتسمعهم جدا طبعا جدا، كانوا بيقولوا كلمتين كلهم يا احمد: حسبي الله ونعم الوكيل في اللي باعه، ومنه لله اللي خرجه. يا عم بلاش تجيب 4 5، الاداء يحلو، الايجابيه تبقى اكتر على الجون، واخد بالك؟ استحوذ بقى، انت في عندك نقص عددي اهو. اكلمك لا انت عشان تبقى قاعد مدرب. عشان كده بقول لك ايه، ان هو انا مش يعني مش مديني اقتناع فني. المفروض الف ب كوره يا فاروق. واحد اتطرد وانت مستحوذ على المباراه، طب ما ليه ما نزلش واحد زي قفشه يلاعب الناس دي كلها؟ بدل ما اجيب 3 اجيب 4 و5 و6. بدل ما يا عم مش عايزك تزود اهداف، خلي الاداء يبقى في ايجابيه اكتر على الجون، في شكل ومستحوذ والكلام ده. اي نعم فرقه المصري ما راحتش والكلام ده، بس انا بقول لك دي حته تكتيكيه فنيه تعلي من رتم المباراه، وتعلي من عشان نقول ان انت قاعد مركز صح، وان انت قاعد قاري الجيم صح، وان انت عايز بدل ما بتكسب 4 عايز تكسب 5 و6 والكلام ده. انت بتلاعب كوكا وبتلاعب امام عاشور وبتلاعب ديانج. ما نقدرش نقول تجانس كاول مباراه ليهم مع بعض. انت لعيب منتخب مصر، ماشي، انت لسه لاعب. لا يا عم بنقولها. انا بكلم، بص سيبك من كل الكلام ده، تجانس والاونطه بتاعت ان ايه لسه اللعيبه بتلعب. يا عم ده مش عارفين يباصوا. انت بتحمل اللعيبه كده كابتن يعني اكتر من اللزوم. مين؟ انت بحمل لعيبه النادي المصري اكتر من اللزوم. لا حد شاط الكوره على الجون النهارده؟ السنه اللي فاتت بعد 3 اسابيع وشفت اداء النادي الاهلي وشفت اداء الفرق، قلت كتبت كده عندي على تويتر: الدوري في الجزيره. اداء الاهلي لو فضل كده، انا بقول لك اهو. لا في حاله واحده. لا انا بقول لك اهو، نتفرج على بيراميدز بعد الصفقات. طبعا هو دلوقتي اللي اتفرج على بيراميدز يا كابتن، من غير ما اتفرج على بيراميدز. اداء الاهلي لو بالشكل ده
والضغط ده والشراسه دي، انا بقول لك الدوري في الجزيره من الاسبوع الاول اهو. لا بص، بيراميدز السنه دي يعني انا بقول لك هيبقى ند صعب جدا جدا. انت كل سنه بتقول كده. كل سنه بتقول بيراميدز هينافس طب وانت كنت فين السنه اللي قبل اللي فاتت؟ سيبك بقى من طب ما انا بقول مش ده كل سنه بيراميدز هو اللي كان بينافس الزمالك، انت